يا جدي، لقد أخبرت أصدقائي عن قصة الدولة الإدريسية وكانوا معجبين جداً. هل هناك قصة أخرى عن تاريخ المغرب؟ بالطبع يا بني، تاريخ المغرب مليء بالقصص. سأحدثك اليوم عن دولة عظيمة أخرى، دولة المرابطين. المرابطون؟ من هم وكيف بدأوا؟ بدأت قصة المرابطين في القرن ال11. كانوا مجموعة من القبائل الأمازيغية من الصحراء المغربية. قادهم رجلان عظيمان، عبد الله بن ياسين ويوسف بن تاشفين. وماذا فعلوا؟ في البداية اجتمعوا بهدف إصلاح الدين وتوحيد القبائل تحت راية الإسلام. أسس عبد الله بن ياسين حركة المرابطين، وكان هدفها نشر العدل وتعزيز الإسلام في المناطق المختلفة. هل نجحوا في ذلك؟ نعم يا بني، استطاع يوسف بن تاشفين أن يطور هذه الحركة ويؤسس دولة قوية. كان قائدا عظيما ونجح في توحيد المغرب كله تحت حكمه، بل إنه عبر البحر إلى الأندلس وقاد معركة الزلاقة الشهيرة. ما هذه المعركة؟ كانت معركة الزلاقة في عام 1086 ميلادي، حين طلب المسلمون في الأندلس مساعدة يوسف بن تاشفين ضد الجيوش المسيحية التي كانت تهددهم. قاد يوسف جيشا قويا وانتصر في هذه المعركة، وأصبح المرابطون أبطالا في الأندلس أيضا. واو، هذا مذهل. ماذا حدث بعد ذلك؟ أسس يوسف مدينة مراكش لتكون عاصمة لدولة المرابطين. ازدهرت الدولة وأصبحت واحدة من أقوى الدول في شمال إفريقيا والأندلس. كانت دولة المرابطين رمزا للقوة والوحدة. وماذا حدث لدولتهم؟ مثل كل الدول، مرت دولة المرابطين بفترات قوة وضعف. بعد وفاة يوسف بن تاشفين بدأت الدولة تضعف تدريجيا، حتى ظهرت دولة الموحدين وأسقطتها. لكن المرابطين تركوا إرثا عظيما في المغرب. إذن دولة المرابطين كانت مميزة جداً. نعم يا بني، كانت دولة المرابطين مثالا للشجاعة والوحدة وأحد أعمدة تاريخ المغرب. إنها قصة تستحق أن تروى.